سلام الله عليكم ومساكم الله بالخير الجميع، حياكم الله. قررت يا جماعة الخير، قررت اني لا عاد انتقد في الداخل اي شيء، ولا عاد ناقش موضوع فساد ولا هم مفسدين. خلاص انا والله اتعبت الفاسدين وهم اتعبوني. ما دام قد الان بيقلبوا المجتمع ضدي بطريقة مدروسة ومخطط لها، خلاص وصلوا مع الجرموزي على انه كيف نعمل بهذا الشخص، نواجهه اعلاميا ونشكك في مصداقيته ونشوهه ونحرق سمعته، هذا بيعمل هذا بيسوي هذا كذا، من اجل اذا جاء يطرح اي قضية او اي مظلومية لا حد يصدقه. اللوب يستنفر ما في الفساد بعد ان وصلنا لمس مصالحهم الكبرى وكشف حقائقهم للناس والمجتمع، أن يستنفروا بشكل عجيب لا سابقة له. قد أنا سبق وانتقدت قيادات كبيرة من الأنصار ما يعملوا شيء هذا العمايل. عندما وصلنا عند اللوبي والمافيا الفاسدة من تدير خلايا الفساد في البلاد والعباد، خططوا لها ورسموها برسم شيطاني وانساق معهم الكثير. والآن قد الغلطان ذي بيتكلم على فساد ولا بينتقد ولا بينصر مظلوم أنا لو قيادتنا والعظماء في مسيرتنا هم متابعين ومراقبين، لو يشوفوا أن الجرموزي بينتقد أشياء شخصية أو مصالح شخصية، قد رحت في داهية من سنوات. لكنهم عارفين ما بننتقد وعلشان ايش بنتكلم. فأنا ما أعرف عدائي لشخص بعينه، شخص فلان بفلان أو جهة بعينها. انتقدنا منظومة الفساد بشكل عام لسنوات. فأنا وصلت إلى قناعة مطلقة، لن أخوض في قضية في الداخل، ولن أشارك في قضية في الداخل، ولن أتكلم في فساد في الداخل. يد واحدة ما تصفق يا جماعة. أنا مانش دولة، وأنا إنسان مستضعف مجاهد. بعدي حتى المجاهدين اللي هم مثلي وفاهمين ما عاد يتكلموا، ولا عاد يعني إلا أنا وحدي. أنا والله خلاص معانا قيادة عظيمة، وإحنا مسلمين لقائد الثورة تسليم مطلق، الذي يحاول لوبي الفساد من خلال شياطينه وأساليبه وسلطته وصلاحياته وأساليبه الشيطانية. يعني حاولوا الآن في هذا القضية الأخيرة أنهم الآن يوصلوا معلومات خاطئة إلى قائد الثورة أن الجرموزي بيقلب الشارع علينا وبيقلق السكينة، استغلوا انقطاعي عن قائد الثورة بسبب الظروف التي نمر فيها. فإحنا ما دام نقدوا لهذه الدرجة، لا خلاص أنا من الآن وقفت النشر عن أي قضية في الداخل، أعلنها صريحة وأعتذر عن الجمهور الكريم والأحرار والشرفاء وشعبنا الكريم. أقول لهم أنا خلاص لن أخوض في أي قضية في الداخل نهائيا، ولن أناقش موضوع فساد. لوبي هذا كبير، منظومة متشابكة، من يطهرها سوى أمل الأمة قائد الثورة فقط، حتى لا في مخلصين وعظماء في قيادتنا الأخرى. حقيقة هؤلاء متكالبين. راجعوا الآن في خلال اليوم هذه والثلاث كم على تلفون الشاعر الجرموزي اتصالات، مئات الآلاف اتصلوا لي من كل الدنيا. مش حركوا استنفر اللوبي لا ينكشفوا، يكشفهم الله أمام هذا القائد العظيم الذي هو حلم وأمل الأمة. أنا مانيش دولة ولا أنا مسؤول ولا بعد حالي. يا جماعة تعبت، والله تعبت. فأنا قررت من الليلة أي موضوع في الداخل ما عاد أناقشه، ولا عاد أنتقد فساد، ولا عاد أخوض في القضايا الداخلية أبدا. وسجلتها صوت وصورة. يحاولوا الآن يزجونا مع المجتمع. استأجروا إعلاميين كنت ما أتوقع أنهم بيخوضوا في هذا القضايا، واستأجروهم، بعضهم يهمز وهذا يلمز وهذا. فاستأجروا الناس مستغلين ظروف الناس في هذه المرحلة. أهم شيء إذا ما تقدر أنك تجرح في الجرموزي، أقل شيء اعمل منشور شكك فيه. هو بيعمل يا جماعة، وين هذا بيتهمونه به؟ بز على فلان وفعل وسواه وكذا شككوا في مصداقيته من أجل طرح أي موضوع. احنا خلاص خلينا الموضوع الخبز الخبازة لدولتنا، وإحنا ثقتنا في الله عز وجل وفي مسيرتنا أنها بقيادة الله عز وجل، ولن تستطيع أن تكون
ذكي أمام الله عز وجل. قال الشهيد القائد: لن تستطيعون تخادعوا مسيرتنا حتى ولو اخترقتوا. والآن فعلا اللوبيا الفساد متقلقل، لأن الفاسدين الذي متواجدين بالداخل هم تابعين للعدوان، لأنه العدو أخذ نص جنوده للخارج وأبقى النص يشتغلوا من الداخل وبصبغة قرآنية وبيطبقوا برنامج أفضل مننا. قد وصلوا لقيادات. قائد الثورة رضوان الله عليه هو الذي بيخلص هذه البلاد وهذه العباد، وهو الذي بيده القرار. أما العبد الفقير فقد قمت بجهدي، عملت اللي قدرت عليه سنوات ودفعتها ضريبة من راحتي النفسية ومن استقراري واستقرار عائلتي، ودفعتها سجون ومشاكل، وصلنا لطريق خلاص لن أدخل في أي قضية في الداخل، ولن أناقش أي مظلومية ولا أنصر مظلوم ولا أتدخل. خلاص وصلت لقناعة مطلقة نهائيا. يصدمونا مع الجهات الأمنية ومع أخواننا المجاهدين، لأن هذا لوبي مخترق لنا، حفاظا على مبادئنا وقيمنا ومسيرتنا ودماء شهدائنا. بنوقف ومعنا قائد عظيم، وإحنا مسلم للتسليم برقابنا ودماءنا، ونسأل الله الثبات. ولا عاد تسمعوا الجرموزي من الآن نهائيا يتكلم في أي موضوع في الداخل أبدا، ولا تكلم في أي موضوع بالداخل نهائيا ولا ناقشه. ما دام قد الضرر بيكون أكثر من الفائدة، خلاص هناك جهات مختصة ويكفوني شرهم، وخلاص سأواجه موضوع مقدس بالنسبة لي، العدوان الخارجي في مساحاتي بأشعاري بقلمي، والداخل لن أخذ فيه نهائيا. تحياتي وتصبحون على خير.